السلام عليكم، ازيكم مرة تانية؟ عاملين ايه في فيديو جديد؟ الفيديو النهاردة هيكون فيديو متميز جدا عشان هكلمكم فيه عن تليفون جديد نزل من شركة اونر. وقبل ما ابتدي معاكم وادخل في تفاصيل التليفون، حابب اوضح نقطة صغيرة دايما كانت الناس بتسألني عليها لما بنزل مراجعات لشركة اونر. شركة اونر داعمة لخدمات جوجل، وشركة هواوي غير داعمة لخدمات جوجل. الشركتين فعلا كانوا نفس الشركة وكانوا بينزلوا نفس المنتجات، بس لما حصل المشكلة بتاعت هواوي جت اونر انفصلت عن هواوي وبقت شركة مستقلة بذاتها بتدعم خدمات جوجل وما فيهاش اي مشكلة. دي نقطة حبيت اوضحها في اول الفيديو علشان خاطر الاسئلة اللي بتجيلي كتير بخصوص الموضوع ده. ندخل بقى على التليفون بتاعنا وهو اونر 200 برو. بصراحة الشركة ابدعت في تصميم وصناعة التليفون ده في كل قطعة فيه، نازلة بيه السوق عشان تكسر بيه الدنيا حرفيا. وبدون مقدمات كتير يلا بينا نخش على طول على تفصيص التليفون حتة حتة. اول حاجة بحب ابتدي بيها وهي محتويات العلبة. شركة اونر بتحب تدلع العميل بتاعها. اول ما تشتري العلبة وتفتحها هتلاقي طبعا التليفون عليه سكرينة ملزوقة من الشركة، وبعد كده هتلاقي راس الشاحن والسلك بتاع الشاحن، زائد جراب، زائد الدبوس بتاع الشريحة، زائد طبعا شوية كتيبات كده موجودة بشكل مختلف المرة دي في العلبة بتاعت التليفون. دي محتويات العلبة سريعا، وده بصراحة اللي متعودين عليه من شركة اونر، ان هي دايما بتحط كل حاجة العميل بيحتاجها في العلبة بتاعتها. ندخل بقى على التصميم بتاع التليفون ده. زي ما احنا شايفين التصميم بتاع التليفون ده بصراحة من وجهة نظر انا شايفه مختلف شوية. يعني شكل الكاميرات بارز شوية 2-3 بس مش وحش، انا شايفها حلوة. ظهر التليفون ده من الازاز، والفريم بتاع التليفون ده من البلاستيك، مع انه المفروض يكون من المعدن، بس تقريبا بيوفروا عشان يعوضها لك في حاجة تانية في التليفون ده. والجميل برضو ان هو معاه شهادة ان هو مقاوم للماء والغبار بمعيار IP65. التليفون وزنه خفيف جدا، وزنه 199 جرام، مش هيضايقك وانت ماسكه في ايدك ولا وانت شايله في جيبك او بتتفرج على محتوى، فالوزن مش هيأثر معاك خالص في اي حاجة. نخش على اكتر حاجة ابهرتني في التليفون ده وهي الشاشة. الشاشة بصراحة في التليفون ده يعتبر مفيهاش حواف خالص، زائد ان هي جاية بانحناءات بسيطة، دي مدية شياكة بطريقة مش طبيعية في التليفون. مع ان في ناس ما بتحبش الانحناءات دي او الادجات دي، بس انا بصراحة من الناس اللي بفضلها جدا. هو اي نعم انا بتعب على ما الاقي حاجة جراب مثلا او سكرين بروتكت ليها، بس انا من الناس اللي بتفضل التليفونات اللي فيها ايدج، بتدي شياكة كده وتحس كده وانت تتفرج على محتوى فيها عينك مزغللة من حلاوة الشاشة. طبعا تاني حاجة هتاخد بالك منها شكل النوتش الكبير شوية اللي موجود في الشاشة من فوق، وانا بصراحة يعني مش بحبه. يعني انا مش بحب شكل النوتش ده، كان ممكن يصغروه شوية ما يبقاش بالعرض ده، او يحطوه حاجة كده نقطة كده على جنب ولا حاجة. بس قولي نقول انا شايفه معقول يمشي. نيجي بقى للمهم. الشاشة دي من نوع اوليد بحجم 6.78 انش وبتردد 120 هرتز، وبيدعم ال HDR10. وبص دي بقى سطوع تحت الشمس تلقائي بيوصل ل 4000 نتس، يعني عينيك هتزغلل من الضوء بتاعها. بس الفعلي 1150 نتس، اما التلقائي 4000 زي ما وضحت لكم. وطبعا بما ان الشاشة اوليد فهم حاطين البصمة تحت الشاشة. البصمة حرفيا بتشوف ايديك من بعيد بتفتح ايديك انت مش ايد حد تاني، يعني عشان بس ما يختارش عليك الامر. سريعة بطريقة بشعة، يعني انا ما شفتش بصراحة بصمة في حلاوتها. سريعة جدا جدا جدا. وطبعا عشان الباكج تحلو بقى، فهم حاطين لك في التليفون ده سماعات استيريو سبيكر بصوت قوي جدا ونقي جدا، عشان وانت بتتفرج على المحتوى تستمتع بالصوت بتاعه، او وانت بتلعب جيمز برضو تستمتع بالصوت بتاع الجيمز. بمناسبة الجيمز بقى نخش على الاداء. التليفون ده جاي بمعالج سناب دراجون 8S G3، ده بتكنولوجيا 4 نانومتر. المعالج ده بصراحة من المعالجات الجبارة اللي موجودة في السوق، سواء في الألعاب أو الأداء أو تنقل ما بين الابليكيشنز وبعضها. معالج مش طبيعي بصراحة. بس شفناه فين قبل كده المعالج ده؟ شفناه في ريلمي GT6 وشفناه في بوكو F6، وكان التليفونين برضو أدائهم جبار على المعالج ده. اسمها مع المعالج مش على المعالج. طبعا التليفون هيجيلك باندرويد 14 زائد ماجيك OS 8 او 8 يعني.
نيجي بقى لنقطة الكاميرات، وبصراحة اونر ابدعت في الكاميرات بتاعتها في التليفون ده. التليفون ده جايب 3 كاميرات في الخلف زائد كاميرا امامية. اول كاميرا معانا في الكاميرات الخلفية وهي بحجم 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 1.9، ودي فيها مثبت بصري OIS. تاني كاميرا بحجم 50 ميجا بكسل بفتحة عدسة 2.4، ودي عشان تصور بورتريه. وتالت كاميرا معانا وهي بحجم 12 ميجا بكسل، دي علشان خاطر تصور التصوير الواسع. والكاميرا الأمامية 50 ميجا بكسل برضو وبفتحة عدسة 2. بصراحة أداء الكاميرات في التليفون ده ممتاز جدا، خصوصا إن اونر منزلة دعم ال AI في الكاميرات، ومن غير دعم ال AI برضو الكاميرات ممتازة جدا في تصوير الصور أو الفيديوهات، سواء الكاميرا الأمامية أو الكاميرا الخلفية. وجميع الكاميرات بتصور فيديو لحد 4K 30 و60 فريم في الثانية، زائد وجود مايك إضافي لعزل الضوضاء أثناء التصوير. فأنت هتاخد تجربة تصوير من التليفون ده فوق الممتازة. نيجي بقى للحاجة الجميلة اللي موجودة في التليفون ده وهي البطارية. التليفون ده فيه بطارية بحجم 5200 ملي أمبير، زائد ان هو معاه شاحن في العلبة بقوة 100 واط. دي تقريبا انت مش هتشوفها في اي تليفون بعد كده ولا قبل كده اصلا. زائد ان هو بيدعم الشحن اللاسلكي بقوة 66 واط، وبيدعم الشحن العكسي بقوة 5 واط. يا جدعان والله تليفون امكانياته جبارة في كل حاجة. وطبعا بيدعم ال NFC، وجميع المستشعرات موجودة في التليفون ده حقيقية مش سوفت وير. نيجي بقى لنقطة السعر. التليفون ده جاي في مصر هنا النسخة ال 512 زائد 12 جيجا رام عامل 33,000 جنيه ضمان محلي. في السعودية عامل نفس النسخة دي 2500 ريال، في الإمارات عامل 2500 درهم. فأخيرا لو انت عايز تعمل أبجريد للتليفون بتاعك، التليفون بتاعك جاب آخره عايز تعمل أبجريد، هات التليفون ده. اما انت لو معاك تليفون كويس ممشي الدنيا معاك مفهوش أي مشكلة، حافظ على فلوسك وهات بيها حاجة تنفعك. الكلام ده بقوله للناس اللي تليفوناتها تعبانه بقى وعايزه تعمل ابجريد للتليفون بتاعها علشان خاطر خلاص مهنج بقى مش بيسعفهم في اي حاجه، وهتدفع رقم يبقى التليفون ده مناسب ليك. اما انت هتعمل عشان الفشخره، لا يا حبيبي خلي فلوسك معاك تنفعك. فكده تكون وصلت لاخر الفيديو، رب تكونوا استفدتوا، وان شاء الله اشوفكم في فيديو جديد قريب جدا. سلام.